علم ولا فنكوش؟ تعالوا نشوف. هل الفيلر الدائم يسبب سرطان للجلد؟ هو الحقيقه احنا دلوقتي كلنا بطلنا نستخدم الفيلر الدائم لانه بيعمل مشاكل كتير جدا جدا جدا. ممكن جلدك يتعرف عليه على انه فورين بادي او جسم غريب ويبتدي يهاجمه ويسبب مشاكل كتير. فاحنا دلوقتي خلاص بطلنا خالص الفيلر الدائم. هل حقن الدهون افضل من الفيلر؟ هو الدهون مشكلتها ان هي بعد فتره من الوقت بتبتدي تاخد شكل مختلف عن الشكل اللي احنا حقنينه في اماكن معينه، يعني وي دونت ريكومند ان احنا نعمل فيها دهون اصلا. الفيلرز امن بكتير من الدهون وبتدي شكل طبيعي افضل وجسمك ما بيهاجمهاش ولا يتعرف عليها انه جسم غريب. شرب الميه كثيرا افضل حل للحصول على نضاره البشره. طبعا دلوقتي اي حد عامل اي حاجه تساليها عامله ايه تقول لك انا شاربه ميه. كلنا بنشرب ميه. الحقيقه ان الميه مهمه جدا 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 حتى مع جلسات النضاره والسكين بوسترز والفيلرز والبوتوكس. دايما بننصح ان احنا نشرب ميه كتير لان الميه هي الاساس اللي بيرطب بشرتنا وهو اللي بيديله النضاره والجلو. بس ما يمنعش طبعا ان الميه لوحدها مش كافيه، لازم نبتدي نهتم نعمل سكين بوسترز، نعمل بوتوكس، نعمل فيلر وقت ما نحس ان احنا محتاجين. خيوط شد الوجه تغني عن عمليات جراحه شد الوجه؟ السؤال ده فنكوش. الخيوط ليها حالات معينه هي اللي بتجيب نتائج كويسه، بس ما ينفعش حد يبقى سنه كبير قوي وهو كانديديت قوي ان هو يعمل جراحه واقول له ان انت الخيوط هي الحل. والصور دايما اللي بنشوفها بيفور اند افتر اللي بتبقى غريبه جدا جدا وتلاقيها جايبه صوره حفيدتها وتقول لك دي بعد عمليه مش عارف خيوط ولا ايه. الكلام ده طبعا يا جماعه فنكوش.